مساء الخير، مرحبا بكم في قناتكم العالم الجميل نايس وورلد. أرحب بجميع المتابعين والمشاهدين، ويسعدني اليوم أن أقدم لكم توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج القوس في شهر إبريل 2026. أقدم لكم توقعات الفلك والأبراج اليوم بشكل جديد، وأقدم لكم خلطة الزيوت العطرية والطبية التي تساعدكم على تحقيق الجانب الإيجابي من التوقعات. بالنسبة لمواليد برج القوس، يولد القمر الجديد في 17 إبريل 2026. يفتح القمر الجديد آفاقا جديدة للعمل ومسارا جديدا. هناك دافع للبدء بشكل مختلف بشجاعة أكبر وبما يتوافق مع شخصيتك. تبدأ فترة الخصوبة والوفرة، تدعم الطاقة نمو وتطور كل ما لديه القدرة على الترسخ. يمكنك الارتقاء بعلاقتك خطوة إلى الأمام. من يبحث عن شريك قد يجده. بالنسبة لمن يرغب في إنجاب طفل، هذه الفترة بالغة الأهمية، فهي تفتح موضوع الحمل والإنجاب وبداية فصل جديد في الحياة. في هذا الوقت يتشكل اقتران هام بين عطارد والمريخ ونبتون وزحل في برج الحمل. تتشابك الأفكار والأفعال والأحلام والواقع. يجلب عطارد التخطيط والتواصل، ويمنح المريخ الشجاعة على العمل، بينما يفتح نبتون آفاق الرؤية والحدس، ويضفي زحل الشكل والبنية والإطار طويل الأمد. يحمل هذا القمر الجديد دلالات قوية على الإبداع والخلق، ليس فقط بالنسبة للأطفال بل أيضا بمعنى المشاريع والعلاقات ومسارات الحياة. يضفي القمر الجديد بالتزامن مع كيرون وعيا أعمق بهويتك من خلال تجاوز جراح الماضي. ما ألمك في الماضي قد يصبح الآن مصدر للقوة. يأتي الشفاء من خلال الشجاعة أن تكون على طبيعتك. إنه قمر جديد للولادة، ما تزرعه الآن قد ينمو لأشهر وسنوات عديدة. فالقمر الجديد في برج الحمل وبرج القوس هما الدعم الأمثل للزيوت التي تربط الشجاعة بالنية الواضحة، والحرية بالثبات، والحدس بشجاعة العمل. القوس برج ناري مغامر وذو رؤية ثاقبة. يدعو القمر الجديد في برج الحمل إلى بدايات جديدة ونشاط وتوسع. أنت بحاجة إلى زيوت تدعم الشجاعة للمضي قدما، ووضوح الهدف والتفاؤل والفرح والثبات والاستقرار. الزيوت العطرية الموصى بها لمواليد برج القوس خلال القمر الجديد في برج الحمل: إكليل الجبل، يزيد من صفاء الذهن والثقة بالنفس والحسم، ويساعدك على إدراك هدفك والتصرف دون تردد. البرتقال الحلو يجلب الفرح والخفة والتفاؤل، يفتح القلب ويشجع على نظرة إيجابية تجاه البدايات الجديدة. خشب الصندل يرسخ طاقتك ويساعد على ربط الأفكار السريعة بنية راسخة، ممتاز لاتخاذ القرارات وتثبيت الخطط الجديدة. اللبان يدعم الحدس والسلام الداخلي والشعور بهدف سام، يسمح بتواصل أعمق مع الإرشاد الداخلي. الزنجبيل بكميات قليلة يمنحك القوة والشجاعة للخطوة الأولى، منشط للطاقة الداخلية دون الإخلال بالتوازن. يمكنك مزج الأمزجة الآتية: إكليل الجبل زائد البرتقال زائد خشب الصندل. إكليل الجبل لاتخاذ قرارات واضحة، البرتقال لقلب متفتح، خشب الصندل للثبات الراسخ. أما الخيار المسائي البديل: اللبان زائد البرتقال لتواصل أعمق وطاقة إيجابية للأحلام والرؤى. نصائح للاستخدام: يستخدم في المبخرة. انشر مزيج الزيوت أثناء التأمل أو قبل التخطيط لخطوات جديدة. راحة اليد: قطرة أو قطرتان على مدار اليوم عند اتخاذ القرارات أو محاولة التفكير بوضوح. التأمل: ضع اللبان على الجبهة والبرتقال على مركز القلب لربط الحدس بالنية. مهمة القمر الجديد: يدعوك القمر الجديد في برج الحمل إلى العمل ليس بلا هدف بل إدراك أن ما تفعله له معنى أعمق. أنت مستعد للمضي قدما. يمكن إعادة إحياء رغبتك في النمو، وهذه المرة بنية واضحة وفرح وتوازن داخلي. هذه كانت توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج القوس لشهر إبريل 2026. أتمنى لكم شهرا مليئا بالسعادة والنجاح، وأشجعكم على الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وممتع وشيق من قناتكم العالم الجميل نايس وورلد. أشكركم وإلى اللقاء.